تحت مثلا تخش تحت لا الولد بياكل كويس زي ما انت يعني انت عامل هنا اكل وشرب وبتاع. طيب انت دلوقتي هتلاقي في انديه ممكن العيال ما بتاكلش ما بتاكلش. اللبس مش كويس او ما فيش لبس. الملاعب وحشه، الملاعب وحشه جدا. طب هو بتلاقي ولاد دلوقتي، احنا كنا زمان ميدو لما حد بيجي له رباط الصليبي ده كان بيجي واحنا بنشوف حد لما فيرست تيم، لو شفت ولد صغير جرب رباط الصليبي واحنا بنلعب كان قليل جدا أوي. جدا واحد دخل دلوقتي شوف كميه الولاد الصغيره بيجيبوا رباط صليبي، ملاعب سيئه للغايه. ده مشروع طبعا قومي للدوله انك تهتم بالاراضي بالملاعب، انك تعمل ملاعب للناس تتمرن عليها وتعليم المدربين وتعليم ما انا بقول لك، انا باخد لك حاجه يا ميدو، يعني ملاعب اللعيبه تغذيتهم ثقافتهم الملعب اللي بيلعب عليه والمدرب اللي بيمرنهم. طب ممكن اسالك سؤال؟ قول لي بكل صراحه، لو المهندس هاني ابو ريده بس دي يا ميدو برضه مش مسؤوليه الاتحاد بس، ده مشروع قومي. الاتحاد ما اقدرش، مش هقدر انا هقدر اجبر نادي على انه لازم المدربين يكونوا متعلمين يكون معاه شهاده. ده طب ما موجود اوريدي خلاص، ده اتعملت من 3 4 سنين. وتقدر ان انت اتعملت من 3 4 سنين. ما اتعملتش والله معموله. ما نزلتش لجان تنافس. ما شفتش انت يعني، انت روح اي نادي دلوقتي يعني موجود هتلاقي 90% من المدربين معاهم بي ومعاهم سي ومعاهم اساسيه ومعاهم. ايوه بس